السلام عليكم ورحمة الله وأهلا البنات، وش راكم حبيباتي في الله؟ اليوم راني جبت معاكم خلطة متاع فاحات رائعة جدا، الهروس بالفلفل الأخضر والبسباس، يجي روعة. هنا راني نقدمها معاكم بنات، تجي حارة تجي بنينة رائعة بالطريقة هذه. شوفوا أخواتي كيفاه راني وجدتها، تجي روعة روعة صدقوني البنات، جربوا هذه الوصفة ردوني في التعليقات حبيبتي في الله. شوفوا الطريقة كيفاه راح نستعمل الهروس بالطريقة هذه نوجدوه رمضان إن شاء الله. شكرا حبيبتي في الله. هنا عندي جزر وعندي شوية زيتون وعندي فلفل أخضر وبسباس. هذه الطريقة اللي راح نستعمل بها الهروس اللي راح نستعمله. نجيب هنا البنات نروح لطريقة التحضير، نجيب البرمة ونروح ندير كسكاس ونروح نفور الخضر. هنا عندي البسباس، راح نقطع البسباس قطع رقيقة بالشكل هذا شرائح، ونروح نحطه في الكسكاس باش نفور الفلفل ونفور البسباس بالطريقة هذه. نديروه مفور، حنا نفوروه ما نغليوهمش في الماء باش ما تجيناش الهروس تاعنا يجينا حار. عفوا يجينا ماست. الطريقة هذه نجيب الفلفل الأخضر الحار، الفلفل الأخضر اللي عندي حار، راح نفوره نحطه في الكسكاس مع البسباس. الطريقة هذه نحطه فوق القدرة أو البرمة ونروح نحطه يفور. هنا راح نفوره، هنا نغطيه البنات مليح. شوفوا الشكل كيفاه راه بدا يفور. هنا البنات ننصحكم نصيحة، ما تفوروش ما تخلوش يدي وقته في الطياب في الفار، غير يبدا غير يفور وتحسوا بالفلفل طرى. كي يظل الفلفل تاعك طري روحي نحيه وغطيه. هنا روح غطيه وخليه يتشرب الفار تاعو مليح حتى الفلفل يبدا يطلق في الماء تاعو هذاك تشوفي فيه البنة، وفيه بنة رائعة جدا الشكل هذا. وهنا عندي حتى البسباس راني فورته بالطريقة هذه. شوفوا البنات هنا نروح نزيد نفور. عندي الجزر، هنا عندي جزر بالزردية مقطعة رقيقة، راح نفورها حتى هي، راح نفورها بالشكل هذا. وراني هنا البنات بعد ما فورت الفلفل وفورت الجزر وفورت البسباس بالشكل هذا، نروح لطريقة تحضير الهروس أو الحرور تاعنا باش المخللات اللي راح نستعملها. هنا نروح نحي الزريعة تاع الفلفل ونحي الرؤوس تاع الفلفل، الراس تاع الفلفل عفوا والزريعة اللي فيه كامل نحيها بالشكل هذا. ونجيب هنا الأشوار. هنا البنات راني الطريقة اللي استعملت بها هنا لكم الاختيار، تقدروا تقطعوهم قطع رقيقة. أنا راني رحيتهم باش نديرهم في الأطباق تاعي كامل. هنا نقدر ندير بهم معجنات، ندير بهم سوفلي، ندير بهم البوريك، ندير في الطاجين، ندير في المراق، ندير في الشوربة، ندير الهروس تاعي كي نديرو يذوب لي في الأطباق تاعي بالشكل هذا. هنا راني حطيت الفلفل كامل قطعته ونروح نرحيه. هنا راني راح نرحيه، مانيش راح نرحيه حتى يذوب لي، خلاص راح نخليه شاد روحه شوية ونروح نفرعه. هنا نروح البنات نحيه الفلفل في الإناء بالشكل هذا. شوفوا البنات فلفل بعد ما كامل رحيته، ريحته بنينة ورائع جدا بالشكل الطريقة هذه. نزيد نضيف البسباس، راح نزيد البسباس ونروح نزيد نفور نروح نزيد نرحي البسباس بعد ما فورتهم كامل بالشكل هذا. نزيد نرحي البسباس. بعد ما رحيت البسباس البنات مع الفلفل راح تجي ريحته رائعة جدا، فيه رائحة روعة بالشكل هذا. على بالكم بنات رمضان راهو جاء، نديرو شوية مخللات لشهر رمضان. نزيد نرحي الزرودية، هنا بالزرودية راني قطعتها رقيقة وراح نزيد نعاود نرحيها شوية ونخليها شادة روحها حتى هي باش ندير بها حتى الخبز، ندير بها حتى المعجنات في رمضان بالشكل هذا.
على الطريقة هذه راح يجيك مهروس رائع جدا. هنا عندي البنات شوفوا الطريقة كيفاه. هنا عندي زيت زيتون وعندي الثوم، عندي 3 فصوص تاع ثوم كبار. هنا تقدروا ديروا 3 أو 4 فصوص تاع ثوم كبار بالشكل هذا. راح نستعملهم وراح نستعمل الملح للمخللات تاعي. راح نملح المخللات ونزيد ندير شوية فلفل عكري هو الحار، فلفل عكري الحار، وعندي الكركم، وعندي هنا التابل. راح نستعمل تابل. إذا ما البنات التابل لكم الاختيار فيه، تقدروا ديروه تقدروا مديروش. وندير الخل. هنا راح نستعمل شوية كمية تاع الخل، تكون كمية باهية نخلطها. صدقوني البنات الخل مع الثوم والفحات راهي روعة، مع الريحة نتاع الفحات مع زيت زيتون. هنا زيت زيتون راه عندي زيت زيتون الحر. بالطريقة هذه راح نخلط كامل. الخلطة هذه راح تنكهلكم الأطباق تاعكم، تجيكم روعة مع الجزر ومع الفلفل الأخضر ومع البسباس، راح تجيكم روعة. وهنا عندي شوية تاع ماء تاع الزيتون، الزيتون اللي رقدته، الزيتون هذا راني رقدته أنا البنات. الماء نستعمل شوية تاع ماء تاع الزيتون معاه، راح يعطيني نكهة رائعة في المخلل تاعي بالشكل هذا. نروح نخلط مليح البنات حتى نخلط حتى نتحصل عليه. شوفوا حبيباتي في الله، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لي لايك واشتراك في القناة حتى يلحقكم كل ما هو جديد عندي. بالطريقة هذه نصب غير بشوية البنات على الشكل هذا. شوفوا نخلطها كامل، خلط مليح مليح حتى ندير فيها الفحات كامل اللي راني استعملتها بالشكل هذا. وراح يجيكم هروس رائع جدا. هنا البنات تقدروا تحتفظوا به شهر، لمدة شهر راح ننصح نحتفظ به لشهر رمضان. ودرت له شوية تاع زيتون، الزيتون لكم الاختيار، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش بالشكل هذا إلى المنطقة إن شاء الله.